يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم تصلوا معايا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. ويلا بينا بقى نشوف قصتنا بتحكي عن ايه. اتفضلي يا عروسة ادخلي. جملة قالها زين لريم عروسته، وريم دخلت وقالت له طب بالراحة على اسنانك شوية، انا جاية هنا ومش بمزاجي اصلا. معنى كلامك ده ايه؟ بص بقى، ما هو لازم تعرف ان انا ما كنتش عايزة الجوازة دي زيك بالظبط. طب بص انتي بقى، من النهاردة. وريم قطعته وقالت من النهاردة مش عايزة اشوف وشك قدامي، وهنعيش مع بعض جواز على الورق وبس، وكلها 6 شهور، وكل واحد فينا هيروح لحال سبيله. خلاص حفظت كل الكلام ده من الروايات. الله، وانت عرفتي منين ان انا هقول كده؟ اصل اللي قدامك دي قارئة قد الدنيا، بقرأ روايات اكتر مما بتنفس. بقى انت يا طفلة بتقرأي؟ ما صدقش. قصدك ايه يا استاذ انت؟ ما تحسن كلامك. اما صحيح انسان شايف نفسك. نعم. ريم رفعت فستانها وقالت وهي داخلة الأوضة مش وقت اندهاش دلوقتي، شكلنا مش هنرتاح حتى ال6 شهور اللي هنقعدهم مع بعض دول. دخلت الأوضة وقعدت على السرير بحيرة، ودخل عليها زين واتكلم وقال على فكرة بقى، دي أوضتي أنا، مكتوبة باسمك يعني في العقد، ما تاخد أي أوضة، مش هتفرق يعني، ولا هي تحكمات وخلاص؟ والله انتي بقى اللي متطفلة، الأوضة دي بتاعتي ومش مستعدة أسيبها لحضرتك يعني. وبعدين سكت شوية وبعدها قال ولا شكلك ناوية تشرفيني فيها وتنامي معايا؟ بتقول ايه يا بتاع انت؟ بتاع؟ انا بتاع؟ بقى انا المقدم زين الحديدي اللي اكبر ناس في البلد كلها بتعملي 1000 حساب، وتيجي طفلة زيك وتقول عليا بتاع؟ ده انت ما تعرفينيش بقى. ما حصليش الشرف. بقولك ايه، انت هتدوشني ليه؟ سايبالك الأوضة وماشية واشبع بيها. قالت كلامها وخرجت ودخلت الأوضة اللي جنبها، حاولت تغير فستانها ونجحت، وبعدين نامت على السرير بتاعها وهي بتحاول تنام علشان ترتاح، لأنها كانت مشغولة جدا الأيام اللي فاتت كلها. وبالفعل غمضت عيونها وراحت في النوم. وعند زين كان نام على السرير هو التاني وقال بقى أنا زين الحديدي في الآخر أتجوز الطفلة دي اللي ما كملتش 21 سنة؟ ده أنا داخل على أيام عنب معاها. وفي صباح يوم جديد زين، هي زين، هقوم بسرعة. زين، ايه في ايه؟ هي الباب بيخبط جامد وانا قلقت، هي انت بلعت عني ولا ايه؟ زين بصلها وبعدين اتفتح في الضحك عليها. بتضحك على ايه دلوقتي؟ عليكي ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت تعبانة ولا ايه؟ لا طبعا، بس قوم شوف مين، ولا هما لو كانوا هما ما تقولش ان انا هنا. انت متأكدة ان معلكيش حاجة؟ بس انا منهم على فكرة، وممكن اخدك كلبوش دلوقتي. لا، انت جوزي وقرة عيني، ومستحيل تعمل كده، وبعدين علشان الناس ما تقولش عليك كلام مش حلو. صح يا قرة عيني؟ صح يا قلب قرة عينك. وبعدين فاق على خبط الباب وقال انا هقوم اشوف مين، واوعي تخرجي غير لما اقولك. حاضر، هي حضر لك الخير يا غالية. زين قام وخرج من الأوضة وفتح الباب، وكان أخوه وأمه وبنت عمه نور. وزين قال لهم أهلا أهلا، اتفضلوا. نهد والدته بابتسامة قالت له عامل ايه يا حبيبي؟
الحمد لله يا حبيبتي. أخوه حازم قال له مبارك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أخويا. بنت عمه كانت ساكتة وما اتكلمتش، فزين اتكلم وقال لها مالك يا نور، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش. ألف مبروك يا زين. الله يبارك فيكي. ثانية واحدة هنادي على ريم. زين دخل ونور اتكلمت وقالت اللي يشوف كده يقول انه مغرم بيها، وهي اصلا ولا في دماغه. ناهد قالت لها احنا جايين نبارك ونمشي، يا نقول كلمة حلوة يا نسكت خالص. خلاص انا هسكت اهو. وعند زين وريم ها طمني، هما مشيوا؟ هما مين يا مهبوشة؟ اللي بالي بالك. عارفة لو ما خرجتيش دلوقتي علشان تسلمي على أهلي هعمل إيه؟ خلاص خلاص يا قرة عيني، وهون عليك برضو. ها مش كده أوي يعني، بس يلا جهزي واخرجي يلا عشان تسلمي عليهم بقى. حاضر من عينيا. لبست ريم وخرجت علشان تسلم عليهم، وناهد بابتسامة قالت لها اللهم بارك قمر يا حبيبة قلبي، ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا ماما. نور بصوت واطي قالت ماما في عينك واحدة بجحة. حازم بهمس قال لها نور اظبطي كده، ما ينفعش اللي بتعمليه ده. وريم قالت لحازم ازيك يا حازم، عامل ايه؟ الحمد لله. ألف مبروك يا ريم. الله يبارك فيك، عقبالك. اهو كل ما تدعي لي الدعوة دي هجيب لك احلى هدية. بس كده؟ ده انا ادعي لك كل يوم. وبعدين بصت لنور اللي ساكتة خالص وقالت لها ايه ده، هو احنا عندنا ضيوف تاني ولا ايه؟ زين كتم ضحكته لان عارف اللي بينهم هما الاتنين. ونور ردت وقالت لها انا في بيت ابن عمي علشان ابارك له، بس مش عارفة ابارك هو اللي عزي الصراحة. لا باركي ومن قلبك كمان يا حبيبتي. ها من قلبك يا ضلمة. سوري، قصدي يا نور. نور اتعصبت وقالت زين شايف مراتك؟ زين قال لها انت اللي بدأت يا نور. نور اتفاجئت من رده، كانت فاكرة انه هيدافع عنها. وريم فرحت جدا ان هو قال كده. وحازم اتكلم وقال يلا بقى نمشي ونسيب العرسان لوحدهم. يلا يا ماما، يلا يا نور. نور ردت وقالت له يلا، اصلا المكان بقى مش ظريف خالص. ريم ردت وقالت لها الصراحة ايوه، من وقت ما جيتي بس. مامة زين قالت لهم خلاص يا بنات يلا احنا نمشي. وفعلا اخدوا بعضهم ومشيوا على طول. وزين بهدوء قال لها ما كانش صح الاسلوب اللي كلمتي بيه نور ده، دي برضو مهما كانت ضيفة عندنا. ضيفة، بس ضيفة تقيلة قوي الصراحة، واظن انا حرة بقى. طيب خلاص انا خارج. خارج دلوقتي؟ ايوه. طب والناس هتقول ايه؟ الناس مش مهمة عندي، وبعدين انا حر اعمل اللي انا عايزه. عندك حق فعلا، هي اتفضل براحتك. دخلت الأوضة ودموعها نزلت، وبعد وقت لقيته داخل وقعد جنبها وقال لها بهدوء أنا آسف يا ريم. على إيه؟ زين مسح دموعها برقة واتكلم وقال لها على معاملتي ليكي، انتي ما تستاهليش كل ده، بس أنا مجهد شوية، وصدقيني مش من الجواز أبدا، ده من قبلها بكتير قوي. طب ممكن تحكيلي بس لو عندك الرغبة؟ انتي عارفة انا قد ايه قعدت حياتي كلها اجتهد علشان ادخل الكلية دي وعشان احقق حلمي، بس لما دخلت عرفت ان مش كل حاجة بنتمناها ونحققها بتكون حلوة. الشغل مش سهل خالص. تعرفي انا شفت صديقي المقرب بيروح قدام عيني ومعرفتش اعمل له حاجة. شفتي قلة الحيلة وصلت بيا لفين؟ انا مش قادرة اوصفلك احساسي وقتها كان ايه. ولما هو راح انا قررت ما اتجوزت علشان اللي اتجوزها ما تتعبش من بعدي.
ولما أمي عرضت عليا الجواز أنا مرضتش في الأول، وأمي شالت مني جامد قوي والفترة طويلة، وأنا عشانها اضطريت إن أنا أغير رأيي وقررت أتجوز. ولما اتجوزتك قلت هكون سطحي معاكي علشان يحصل الانفصال وتيجي منك علشان ما تتعبيش من بعدي. لكن لما اتكلمت معاكي عرفت إنك قد إيه جميلة قوي، وصعب إن حد يكون معاكي وفي مكان واحد وما يقعش في حبك ومن أول نظرة. ريم كانت بتسمع كلامه وهي مش مصدقة ودانها، وكمل زين كلامه وقال: عارف إنك متفاجئة من كلامي كله، بس صدقيني دي الحقيقة والله. بقولك إيه بقى، ممكن نكون أصحاب للفترة دي ونتعود على بعض؟ ممكن؟ ريم هزت راسها بنعم ودموعها نزلت. طيب بتعيطي ليه دلوقتي؟ علشان مش عايزة نور بنت عمك تدخل هنا تاني، وهو ده اللي عامل فيكي كده. بس أنا ما ينفعش أقول لها كده، يعني أنا مضطرة استحملها كل ما تيجي هنا. زين برفعة حاجم: ليه هي هتكون مقيمة هنا؟ دي زيارة كل 5 شهور. بتحبها يا زين؟ مش فاهم. نور يا زين، نور. طب بالراحة طيب. لا يا ستي، هي زي أختي، بس هي بتحبك. والله دي بقى حاجة ترجع لها، وبعدين احنا طلعنا بنغير اهو. ما حصلش، بس أنا ما حبيتش قرة عيني يبقى قرة عين لكل الناس. زين ضحك عليها بصوت عالي وهي سرحت في ضحكته، وهو قال لها: أنا قمر صح؟ ها؟ طب قومي قومي، أنا جعان، حضرلنا الأكل. ريم سقفت بفرحة وقالت: يعني خلاص مش هتخرج؟ لا يا طفلة، خلاص مش هخرج، بس لو ما لقيتش أكل حلو هخرج بقى وأمري لله. ريم قامت جريت على المطبخ وهي بتقول: لا لا، في ثانية يكون جاهز. زين ضحك على أفعالها وقال: طفلة، والله العظيم طفلة. وعند نور كانت بتقول: دي واحدة ما عندهاش ذوق. حازم قال لها: نور، أنا سكتلك بقالي كتير، بس مش هسكت تاني خلاص. دي مرات أخويا، يعني احترامها من احترام العيلة كلها، يعني مش هسمح إنك تقولي عليها حاجة. تمام؟ أنا عايزة أعرف هي عاملة لكم إيه علشان تتمسكوا بيها كده؟ دي واحدة ما نعرفش ليها لا أصل ولا فصل، ده اسمه قلة عقل. نور، امشي. نعم؟ اللي سمعتيه، قلتلك اللي ما يحترمش أهل البيت ما يبقاش منهم. ماشي يا حازم، ماشي، سلام. خدت شنطتها ومشيت. ياه، أخيرا مشيت. ناهد خرجت من المطبخ وقالت: مالك يا حازم، صوتكم عالي ليه؟ الله، وفين نور؟ حازم ضحك ببلاها وقال: خليتها تمشي. هي خبر أبيض، ليه يا ابني كده؟ أهو اللي حصل بقى، عن إذنك يا أمي علشان هصلي المغرب. ماشي يا حبيبي، ربنا يتقبل منك يا رب. وعند زين كان بعد صبر كتير قال: هو ده اللي ثانية؟ ده أنا داخل على ساعتين وخلاص هروح من الجوع. هو أنت مصربعني كده على طول؟ اصبر علشان يطلع لك حاجة نظيفة. أنا بقول أجهز رقم الإسعاف. ريم بصت له وسكتت ودخلت على المطبخ وهو ضحك عليها. وبعد وقت كانت حطت الأكل على السفرة وهو كان بياكل باستمتاع. هاي، حلو الأكل؟ زي صاحبته طبعا. ريم اتكسفت وسكتت. كنت عايز كده، يعني بعد ما نخلص الغدا نتكلم مع بعض شوية. تمام، سمعك من قبل ما تتكلم. وفعلا بعد ما خلصوا أكل قعدوا الاتنين في البلكونة، وريم قالت له: زين زين زين. نعم يا فصيلة. يعني انت قلتلي هنيجي نتكلم في البلكونة وانت سارح في الشجرة اللي قدامك دي وكأن انا مش موجودة. لا، مفيش حاجة، بس فعلا الجو جميل جدا النهاردة. شكلك كنت سرحان في حبيبة القلب.
مش كده؟ هو مين حبيبة القلب دي معلش؟ ست نور طبعا. يا بنتي والله العظيم دي زي أختي مش أكتر. ليه بقى انتي واثقة ان هي خطيبتي؟ بقولك ايه، ممكن أسألك شوية أسئلة؟ انت هتمارس بقى شغلك عليا؟ ماشي، اتفضل. لا والله، ما انتي نازلة من الصبح تساؤلات اهو، اديني فرصة أسأل بقى. اتفضل. حبيتي كم مرة؟ وبصراحة ياه، ما تعدش يا نجم. نعم يا اختي. بهزر والله بهزر، انا ما حبيتش ولا مرة خالص. ده ازاي ده؟ هو ايه اللي ازاي؟ يعني بنت زيك جميلة وفيكي صفات حلوة كتير، ازاي ما حبيتش ولا مرة بقى؟ علشان من الاخر كده انا كنت قافلة على قلبي واخدة عهد بيني وبين نفسي انه ما يتفتحش غير للي يستاهل. بس لان اصلا الارتباط والكلام الفاضي ده كله لا يجوز الا لو الحب حلال. ده انا على كده بقى يا بختي. ليه بتقول كده؟ يعني نصيبي طلع قمر اهو، وكمان ليا لوحدي ومفيش حد مشاركني فيه ولا هيشاركني فيه. قصدك ايه؟ انا عارفة ان احنا كلها فترة وكل واحد هيروح لحاله. الكلام ده كان امبارح، انما دلوقتي يختلف في كل حاجة. بمعنى بمعنى ان انا عيل وبرجع في كلامي. برضو بمعنى ان انا مش هسيبك يا حبيبتي، ولو السيرة دي جت تاني مش هيحصل. طيب تمام، تمام ان شاء الله. انت انت بتتكلم بجد؟ ايوه طبعا. ريم قامت وقفت وقالت انا انا داخله انام. ماشي ماشي، اجري براحتك، بس المره الجايه مش هتعرفي. ريم دخلت بسرعه على الاوضه وهو كان بيضحك عليها. وبعد يومين ريم كانت بتجهز علشان تخرج تجيب طلبات، بس جالها مكالمه من رقم غريب. فتحت وردت، والشخص قال لها جوز حضرتك موجود في المستشفى الفلانية، تعالي بسرعة. ريم الفون وقع منها وقالت بدموع زين، زين حبيبي. أخدت بعضها ونزلت بسرعة، وكان في تاكس واقف قدام البيت. ركبت وقالت له على العنوان، وبعد كده ما حستش بالدنيا. وعند زين كان روح البيت وملقهاش، واتكلم وقال يعني ايه ما تعرفوش هي فين؟ ناهد قالت له والله يا ابني ما شفناها من وقت ما كنا عندكم. حازم قال له طيب ما تكلمها في الفون. يعني انا مستني انك تقولي رنت عليها كتير والفون بتاعها مقفول، انا قلبي وكني عليها قوي. شكلك وقعت يا باشا ولا حد سمع عليك. يا عم بقى هي ناقصة مش لما الاقيها الاول؟ انا عارف مين اللي عمل كده، عارف وساكت. ما تقول مين؟ نور، مفيش غيرها. ونور تعمل ليه كده؟ مش فاهم. اللي دخلك كلية الشرطة غلطان في حقك والله. يا ابني نور مش بتحب ريم اصلا. ناهد قالت له ما يمكن مش هي يا ابني، واكيد ريم بتجيب حاجات واتأخرت. لا يا امي، حازم عنده حق، نور هي السبب في عدم وجود ريم، وانا لازم اعرف مكانها. طب وهتعرف ازاي يا حلو؟ هقولك يا حازم. وعند ريم كانت بتقول لنور انتي عايزة مني ايه وجايباني هنا ليه؟ فاكراني هقلق منك يعني؟ لا، انا عارفة انك قوية، بس انا كنت عايزة اديكي قرصة ودن صغيرة كده. ريم بصت لها وسكتت، ونور خرجت من الأوضة وسابتها. وعند زين كان عرف ان ريم موجودة عند نور وفي شقتها، وراح لها واتكلم وقال لها ازيك يا نور، عاملة ايه؟ نور بتوتر قالت له الحمد لله، بس ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ما كنتش متوقعة انك هتيجي البيت كده عندي. ليه بتقولي كده بس؟ ده انتي مش عارفة انا اصلا ناوي اتجوزك. اها، هتتجوزني؟ اكيد مش مصدقة،
صح؟ بس يا ستي، هو ده اللي هيحصل. بس انا معرفش اللي اسمها ريم دي راحت فين. شكلها كده مشي ومش راجعة تاني. فاكراني واقع فيها، وانا اصلا عايزة ارتاح منها. وللأسف ريم كانت في الأوضة وسمعت كل حاجة، ودموعها نزلت بسبب كلامه. ونور كانت سعيدة جدا بكلامه، وقالت له: بجد بجد يا زين؟ يعني لو ريم رجعت هتسيبها وهنتجوز انا وانت؟ طبعا، ده انا اصلا متجوزها علشان اراضي امي وبس. لكن انت اللي في القلب يا نور. ها، ان شاء الله هترجع، وقريب قوي. هي يا رب، علشان ارتاح بقى. نور ضحكت بانتصار، وزين استأذن ومشي. ونور دخلت عند ريم اللي كانت منهارة من العياط. ونور قالت لها: سمعتي بنفسك اهو، يلا بقى، ما بقيتيش تلزميني، اطلعي بره. ريم خرجت من الأوضة ومن الشقة بحالها، ونزلت ركبت تاكسي وطلعت على البيت علشان تاخد حاجتها وتطلع من حياة زين نهائي. وعند زين كان رايح جاي في الشقة، وخايف يكون اللي عمله يكون فشل وما جابش نتيجة، لحد ما الباب خبط وجري يفتح. وفرح لما شاف ريم واقفة قدامه، حضنها بدون وعي منه وفضل متبت فيها، لكن كان جسمها متخشب معاه. وزين بلهفة قال لها: هي الحمد لله، الحمد لله انك بخير يا حبيبتي. ما تعرفيش كنت قلقان عليكي ازاي. ريم بعدت عنه بهدوء وقالت: طلقني؟ نعم، اللي سمعته، علشان تروح للست نور حبيبة القلب وسيبني في حالي بقى. انتي فاهمة غلط. انا قطعته ريم وقالت: مش عايزة افهم حاجة، ارمي عليا اليمين بقى وخلصني. انتي ما بتفهميش فعلا. انا عملت كده علشانك، علشان كنت عارفة انك عندها. انت كداب. تمام، شكرا قوي. لو عايزة تتأكدي اسألي حازم وماما، وهم عارفين كل حاجة، يمكن تصدقيهم عني. وآسف إن كنت بفرض نفسي عليكي، عن إذنك. وكان هيمشي فعلا، إلا إنه وقفه صوت ريم لما قالت له بدموع: زين، ما تسيبنيش. ابتسم على جملتها ولف وشه، لقاها جريت عليه واترمت في حضنه. طيب بتعيطي ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني. الصراحة كنت زعلان، بس القمر ده جه في حضني وانا نسيت كل حاجة خلاص. والله بحبك. عمرك شفتي حد بيقع من اول مرة في الحب كده، وخصوصا في اليومين دول؟ انا بس اللي تأثيري عالي سيكا. الصراحة ده عالي جدا، مش سيكا بس. وفي بيت زين كان حازم بيقول لنور: انما اخدتي حتة مقلب يا نور، طلع من دماغك. قصدك ايه؟ وضح. قصدي ان زين بح يا ماما. انت بتقول ايه؟ زين وعدني اننا هنتجوز وهيسيب ريم. هو انت فاكرة ان زين هيسيب ريم علشانك؟ تبقي بتحلمي يا ماما. يعني زين كان بيضحك عليا؟ عليكي نور يا نور، وان شاء الله بعد 9 شهور هتكوني عمته. استعدي بقى يا بابا. بقى انا يضحك عليا؟ ناهد قالت لها: نور يا بنتي، شوفي حياتك وسيبي زين يشوف حياته، وبلاش تخربي عليه. هو بيحب مراته، وجه وتقدم لك زمان قبل كده، وانتي اللي رفضتي علشان الفلوس والشهرة. مش يوم بقى لما يستقر ويتجوز عايزة تاخديه من مراته. ما تزعليش مني، بس لو عملتي حاجة تاني أنا اللي هقفلك، لأن ده بيت ابني ومش هسمح إنه يضيع أبدا. نور بحزن قالت لها: حاضر، أنا هبعد عن زين خالص وهسافر. حازم قال لها: والله يبقى أحسن حاجة تعمليها، وهو تريحينا. وفعلا بعد مرور شهرين نور سافرت خالص وبعدت عنهم. وعند ريم كانت بتقول ببراءة: قرة عيني يا قمر. نعم يا أخرة صبري. مش هترحب بالضيف الجديد؟ نعم يا أختي. مين ده؟ كان عنده حق حازم لما قال إن اللي دخلك الكلية دي جه عليك.
ما انت كلامك غريب قوي يا ست ريم. يا حبيبي بقى انت فاصل ليه؟ من الاخر كده انا حامل يا زين. زين بتوتر وفرحة ومشاعر مختلطة. بجد بجد انا مش مصدق نفسي والله. اخيرا هيكون لي حتة منك. بجد فرحان بجد يا زين. زين حضنها وقال بحب وفرحة: طبعا يا قلبي زين، انت مش عارفة فرحتي عاملة ازاي دلوقتي. بحبك يا قرة عيني. بحبك يا أجمل حاجة في حياة قرة عينك. ولحد هنا وصلنا لنهاية قصتنا، وأتمنى تكون نالت رضاكم. بس لو فعلا عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم إشعار بكل جديد أنزله. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله. دمتم دائما وأبدا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.